كيف تعرف المفطر في شهر رمضان بأسهل طريقة؟ قبل كنا نستعمل طريقتين للكشف عن المفطرين في شهر رمضان وحنا صغار. الأولى باستخدام لسان، إذا كان لون لسان أحمر معناته مفطر، وإذا كان لون لسان أبيض معناته صايم. أما الطريقة الثانية من خلال حركة الإصبع، كانوا يقرصون الإصبع من عند المفصل، فإذا ظلت واقفة مثل هيك يعني لفترة بسيطة معناته هذا صايم. أما إذا قرصته ورجعت القرصة المكان بسرعة معناته مفطر. ومثل هذه التصرفات تدل على براءة طفولتنا قبل لا نكبر ونكشر على أنيابنا. وفعلا طفولتنا جميلة، كان لما يجينا رمضان أو يجينا الأعياد كنا نحس بالبهجة والفرحة، ما في مسؤولية، على عكس الآن كبرنا وزادت مسؤوليتنا. وكنا إذا شفنا واحد يفطر بنهار رمضان نقول يا مفطر رمضان يا عايف دينك، شلبتنا السودة تقطع مصارينك. انت إذا شفت واحد مفطر بنهار رمضان وش تسوي؟